هعمل معاكم النهاردة الملبن الأحمر أو الجزرية أو الدومية حسب ما بتقولوا اسمها. طبعا عايزة أقول لكم إن أنا عاملاها بدون جيلاتين، يعني مسهلة جدا عليكم المكونات والخطوات بتاعتها علشان تطلعوا نتيجة حلوة قوي قوي، وكلها بحاجات من عندك في البيت. أول حاجة معانا في المكونات 400 جرام من السكر، 500 ملي من المية يعني نص لتر، معانا شوية من البندق ممكن تحطي فول، ومعانا كوباية من النشا 100 جرام، ومعانا شوية مية كده حوالي 50 أو 60 جرام من المية يعني نص كوباية تقريبا هندوب فيها النشا، 100 جرام من عسل الجلوكوز، ذرة من ملح الليمون، او ممكن تحطي عصرة ليمون لو ما عندكيش. وهنا بقى بدل ما احط ميه الورد اللي بيحطوها انا حطيت نكهه الفراوله، مش قادره اقول لكم بقى فرقت قد ايه. وكمان معانا لون احمر، وده طبعا اساسي في الوصفه لان طبعا احنا هنعمل ملبن لونه احمر. وبالنسبه لملح الليمون انا لازم ادوبه في معلقه شاي ميه كده علشان ما يتحطش زي ذرات الملح، لازم يتدوب كده في معلقه ميه. اول حاجه جبت الميه اللي احنا هندوب فيها النشا وحطيت فيها كوبايه النشا بالشكل ده، وبدات ان انا اقلبها كويس جدا بحيث ان النشا يدوب. وكان في الوقت ده على النار السكر، حطيت ال 400 جرام سكر وعليهم الميه، وبعد كده رفعتهم على النار وبدات ان انا اقلب كويس جدا لحد ما السكر ان هو يبتدي يدوب. هبتدي انزل بخليط النشا زي ما شفتوا كده، بعد ما بضيفه ببتدي ان انا اقلب كويس جدا جدا لحد ما الخليط ده يتقل. هتلاقي الخليط ده بيبقى عامل زي المهلبيه بالظبط زي ما شفتوا كده. بصوا بقلب على طول باستمرار عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. لو انت حاسه ان انت مش هتقلبي بسرعه ممكن تحطيهم بقى على نار واطيه خالص عشان ما تشطش منك. خلاص انا هنا خلاص قلبت تمام، بقت اخدت القوام اللي انا عايزاه. هبتدي ان انا احط عسل الجلوكوز بالشكل دوت، وهبتدي بعد كده ان انا اقلبهم مع بعض كويس لحد ما عسل الجلوكوز يدوب تماما ويختلط معاهم كويس قوي. في الوقت ده بقى هسيبهم على النار، على نار متوسطة، وهبتدي ان انا اجيب البندق اكسره خشن بالشكل ده. ممكن البندقية اعملها على 2 بالسكينة على طول. وطبعا الخليط على النار زي ما انتم شايفين كده، بفضل ان انا اقلبه من كل الجوانب علشان ياخد سواه مظبوط، وعشان النشا لازم يستوي كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي طعم غريب. بعد ما اخد نص ساعة على النار حطيت بقى ملح الليمون بعد ما دوبته كده في المية زي ما قلت لكم، وحطيت كمان الطعم بتاع الفراولة، وحطيت كمان اللون الاحمر دوبته مع طعم الفراوله. بدات ان انا اقلب بقى الخليط، وده كله على نار هاديه. المفروض انها بتقعد على النار مش اقل من ساعه، ساعه وربع. المهم ان احنا هناخد القوام اللي هتشوفوه دلوقتي. لازم مع تقليبه هتلاحظي ان هي بدات تلم، بس هي دلوقتي لسه شايفين قوامها لسه سائل شويه. بصوا يعني ايه لسه شويه. برضو هبتدي ان انا احط لها البندق واسيبها شويه كمان. انا هنا هقلب بقى البندق فيها، هي بقى فاضل لها حاجه بسيطه كده زي مثلا دقيقتين 3. بصوا هي لسه لحد دلوقتي بتلزق في المقلايه، لكن اول ما هتلاقيها فصلت هتلاقيها بقى بقت عامله كده. بصوا شايفين بتلم من المقلايه ازاي كلها كتله واحده، وهي كده اخدت القوام الصح جدا. بقى ليها مطه وبتتلف معايا وبتتقلب كلها مره واحده. كل اللي طالباه منكم ان انتوا ما تستعجلوش عليها خالص، سيبوها على راحتها. بصوا هو كل الملبن، اي ملبن بتعمليه سواء الاحمر او اي نوع، لازم تسيبيه على النار براحته جدا علشان طبعا كل ما بيستوي على نار واطيه بيكون احلى. وبكده الملبن بتاعي جاهز. بدات ان انا اجيب صينيه وحطيت فيها كيس بلاستيك وادهنه بقى بالزيت كويس جدا، وبعد كده بنزل الخليط وببتدي ان انا اجيب كمان كيس تاني واضغط عليه بايدي كده واخد الشكل اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم ان الصينيه دي كانت كبيره، بس انا حاولت اعمل الملبن في جزء بس منها علشان ايه الصينيه كانت كبيره. وهنا بدات اظبطه على شكل مربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام. واهم حاجه ان انتوا تكوني دهنها بس زيت عشان ما يلزقش معاكي ولا اي حاجه. وظبطتها كويس جدا زي ما شفتوا كده، وبعد كده هقفلها تاني بكيس. بس قبل ما نقفل هنبتدي ان احنا نحط على الوش كام بندقيه كده، برضو قسمتهم 2 وبرضو حطيتهم كده يبقوا على الوش، وضغطت عليهم بالكيس عشان يغرزوا في الملبن كويس. هنسيب بقى الملبن في درجه حراره المطبخ او درجه حراره البيت بشكل عام يعني لمده 4 5 ساعات. هتلاقيه تماسك معاكي وبقى تحفه جدا. بس اهم حاجه ان انت ما تدخلوش تلاجة، لان اصلا الحاجات دي ما بتتحطش في تلاجة. انا بصراحه كنت مستعجله جدا عشان عايزه اصور لكم المقطع بسرعه، فبصراحه سبته 3 ساعات بالظبط وبدات ان انا اقطعه. بس بصراحه اتقطع معايا زي الفل. اهم حاجه تكوني دهنه السكينه بتاعتك زيت كويس علشان لما تيجي تقطع ما تلزقش فيه. وبتقطعيها بقى بالحجم اللي انت عايزاه، سواء بالطول سواء مكعبات مربعات براحتك خالص. انا بصراحه قطعتها كده مكعبات عشان تبقى قليله كده وصغيره، وتبقى كمان سهله الاكل كده، الواحد يمسك القطعه ياكلها على طول. وده شكلها طبعا بعد ما اتقطعت. مش قادره اقول لكم على الجمال. شايفين لونها ما شاء الله جميل جدا جدا. بصوا لي بقى على المطه القمر. بصوا الجمال يا جماعه، والله العظيم تحفه. يعني انا كمان لو سبتها اكتر
هتجمد اكتر. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله. واجمل حاجه بجد بجد يا جماعه وانا بشتغل فيه كان ريحته قلب البيت، لان ريحه الفراوله عملت شغل عالي قوي. انا ما بحبش بصراحه ميه الورد، بس اختياري ان انا اعمل ريحه الفراوله ده مش قادره اقول لكم اعجبت بيه قد ايه، بجد جميله جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.